بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة شعبنا العظيم، على امتداد ربوع الوطن إلى جميع القوى الوطنية وأحزاب وحركات كفاح مسلح ومنظمات مجتمع مدني، إلى النساء والشباب، إلى القطاعات المهنية والعمال والمزارعين والرعاة، إلى أشاوس قوات الدعم السريع وشرفاء القوات المسلحة الذين انحازوا لرغبة شعبنا. إليكم جميعا أتوجه بالتحية والشكر والتقدير. نترحم على ضحايا القصف الجوي والمدفعية الثقيلة في مايو وشرق النيل وأم درمان ونيالة، ونعزي جميع أسر الضحايا، ندعو بالشفاء للجرحى. ما حدث في 15 أبريل هو حرب الفلول لقطع الطريق أمام العملية السياسية وعودة الحكم المدني الديمقراطي. البرهان لديه مخطط قديم يصبح رئيس ديكتاتور، وقد خطط لهذا الأمر مع الفلول. عندما بدأ الفلول الحرب كانت تقديراتهم أنهم سيهزمون الدعم السريع في ساعات، لكن بحمد الله وتوفيقي نحن هزمناهم وأفشلنا انقلابهم، والآن الدعم السريع يسيطر على معظم ولايات الخرطوم وأجزاء واسعة من البلاد، وهو أمر أكده تقرير الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الأخيرة. برهان والفلول يسيطرون الآن على شرق السودان وبعض المناطق في شمال السودان، وهي في متناول أيدينا. إذا أردنا فسنكون اليوم في بورسودان. قبل الحرب أطلق الفلول دعوات لإقامة دولة البحر والنهر، هو مشروع قديم لتقسيم السودان، وقد تحدث الفلول من قبل عن مثلث حمدي، وقد قسموا السودان بالفعل لبلدين. بعد فشل الفلول في هزيمة الدعم السريع ولرغبة برهان في أن يكون رئيسا حتى لو جزء من السودان، اجتمعوا جميعا في بورسودان، بما في ذلك واجهات المؤتمر الوطني والفارين من سجون العدالة، ويسعون للادعاء بأنهم سلطة شرعية. ويتجول البرهان في جولات خارجية محاولا انتحار صفة رئيس الدولة، رغم أنه لا شرعية له، ويريدون إعلان حكومة في جزء من أجزاء السودان. رغم سيطرة قواتنا على غالب السودان، فإننا لم نقم بإعلان حكومة، لأننا لسنا طلاب سلطة، ولأننا نتمسك بالحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا. الفلول الآن يجتمعون في بورسودان ويجمعون المجموعات والمرتزقة، بما يشكل مهدد لدول الجوار وأمن البحر الأحمر. نحن في الدعم السريع نؤكد للقوى الوطنية والمجتمع الدولي والأشقاء على الآتي: لا توجد منذ 25 أكتوبر حكومة شرعية في السودان، وبعد 15 أبريل حدث انهيار دستوري شامل فقدت بسببه حكومة الأمر الواقع شرعيتها تماما. إن إعلان حكومة في جزء من أجزاء السودان واستمرار البرهان في محاولاته لادعاء شرعية زائفة سيؤدي لتقسيم السودان. البرهان لم يستطع الحفاظ على شرعيته في القيادة العامة التي هرب منها، فكيف يمكن أن يدعي شرعية حكم السودان ككل؟ إن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وتوحيد السودان، ولذلك علينا عدم السماح بتكوين حكومة حرب في بورسودان. قيام هذه الحكومة يعني أن نتجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى بوجود طرفين يسيطرون على مناطق مختلفة في بلد واحد. نحن لا نرغب في هذا السيناريو، وهو سيناريو يبدد الأمن والسيادة والثروات ويطيل أمد الحرب ومعاناة المدنيين، بل نرغب في إنهاء الحرب وعودة السلام وتوحيد السودان وإقامة حكم مدني ديمقراطي وبناء جيش مهني واحد. لقد صبرنا كثيرا على قرارات البرهان المنفردة على الرغم من عدم شرعيته، ولذلك لن نسمح لكائن من كان للحديث باسم السودان وادعاء أي شرعية. في حال استمر هذا الوضع أو قام الفلول بتشكيل حكومة، سنشرع فورا في مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا الواسعة الممتدة، تكون عاصمتها هي العاصمة القومية الخرطوم، ولن نسمح بخلق عاصمة بديلة. إننا ندعو القوى السياسية والمدنية المتطلعة إلى السلام والديمقراطية لتحمل مسؤوليتها والوقوف أمام محاولات تفتيت السودان. ختاما، نحن نرغب بأن تنتهي الحرب ويبقى حل سياسي سلمي، وحينها تتشكل سلطة مدنية شرعية لإدارة البلاد. أما الآن فإننا ندعو كل أهل السودان لحوار واسع حول كيفية المحافظة على وحدة البلاد وتجنيبها ولاة الانقسام واستمرار الحرب وإفشال مخططات الفلول الشريرة. وندعو الشرفاء في القوات المسلحة على وجه التحديد لمقاومة هذا المخطط، وندعو بلدان الجوار والمجتمع الإقليمي والدولي للتصدي لهذا المخطط وعدم الاقتراب بأي خطوة من هذا القبيل، سيما أن الفلول الآن يقومون اتصالا بمرتزقة تشارك في القتال الآن والتي تزعزع الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.